حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. اسرع اكلة ممكن تعمليها في رمضان، والله العظيم انا بعشقها. الاكلة دي بعشقها. هتعملي يا هاجر؟ هعمل كباب حلة. عندي حلة حطيت فيها معلقة سمنة، وهنا هعمل لحمة مقطعاها مكعبات صغيرة. عاملة كمية بسيطة لان انا لوحدي اللي باكلها، يعني دي كمية بسيطة اوي. يبقى انا عندي معلقة سمنة، سخنتها قوي ونزلت فيها اللحمه، ما قلبتهاش وما جيتش جنبها عشان ما تبقش ميتها، ما تبقش يعني ما تنزلش ميتها. حطيت عليها ورق لورا ومستكه وحبهان، وحطيت عليها فلفل اسود. ما بحطش ملح دلوقتي خالص. وهبدا اشوح في اللحمه لحد ما تاخد اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده. هنا برضو بشوح النار متوسطه، وايدي فيها بشوح بس ما بقلبهاش كتير، يعني بعد اول تشويحة كده وخلاص خدت الصدمة ببدأ اقلب فيها بقى عشان كلها تاخد نفس اللون. هنا عندي 3 بصلات صغيرين، ما كانش حجمهم كبير خالص. لو انتي عندك البصل كبير هي بصلاية واحدة. هو كباب الحلة عموما عفوا كباب الحلة عموما بيحب البصل، يعني هو اصلا بصل. كمية بصل محترمة كده. انا قطعت 3 بصلات صغيرين او بصلايه كبيره، وحطيت بس رشه سكر. رشه سكر هتعمل ايه بقى؟ هتدي تسكيره حلوه قوي، هتساعد في سوى اللحمه بسرعه، هتكرمل معايا البصل. يا لهوي على الطعامه، هتديله كرم، تحس ان البصل مكرمل كده، اللي هو يا روحي ضم اني صايمه. خلاص هنا سيب البصل بقى يتشوح شويه لحد ما هو كمان ياخد لون. انا بحب كباب الحله قوي مع رز بشعريه وبطاطس محمره، بعشقه كده. بس زوجي العزيز كان عايز مكرونه، فخلاص مفيش مشكله، اعمل مكرونه واعمل بطاطس، وهو ياكل مكرونه وبطاطس وانا هاكل مكرونه ولحمه وبطاطس طبعا. هنا جبت حله وحطيت فيها شويه زيت. المكرونه ما بتتعملش بسمنه، انت بتحبي تعمليها بسمنه خلاص بقى، الف هنا على قلبك، وزي ما انت بتحبي وزي ما انت متعوده اعمليها. انا بس بقولك طريقتي. عندي شويه زيت، حطيت فيهم بصلايه قطعتها كده على ايدي، مش مستاهله ان انا اشغل لها كبه يعني. وهبدا احمرها لحد ما تبدا تاخد اللون الجلد القمر ده. وفي نفس الوقت الطماطم دي شلتها غسلتها وعصرتها في الكبه من غير ولا بق ميه، يعني عصير طماطم بيور كده. هنا بقى خلاص البصله بدات تاخد اللون الذهبي القمر بتاعنا ده. هحط بس معلقتين صلصه لان الطماطم عندي اللهم صل على النبي ما كانتش حمرا، يعني مش هتديني اللون الحلو بتاع الصلصه ده، ما كانتش حمرا خالص. اهو هنا جبت مصفى. ويا جماعه بالله عليكم صفوا الطماطم، صفوا الطماطم، ما تقرفوش عيالكم. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا اعرف حد شخصيا، يعني مش هقدر اقول اسمه في الفيديو، عنده يا قلبي يا قلبي يا روح قلبي عنده عقده، عنده عقده من اي اكل بطماطم. فانا لما سالته طب انت ليه متعقد، قال لي عشان الطماطم كان بيبقى فيها قشر، يعني الطبيخ مبين فيه قشر الطماطم، المكرونه عليها قشر طماطم. انا عايزه اقول لكم ان انا بصفي اي طماطم في الدنيا لاي طبيخ، لاي اقسم بالله المحشي بصفي له طماطم. يعني ناس كتير قوي ومن ضمنهم خالته تقول لي يا بنتي ما تصفيش الطماطم، يعني المحشي اصلا كله بيتهرى في بعضه وكله محشي جوه مش بيبان. اقول لا لا لا، طول ما انا في دماغي فكره ان في قشر طماطم في الاكل انا مش هاكل. فما تعقدوش عيالكم عشان ده بيطلع على ناس تانية، وبيطلع على كبر وحاجه ما يعلم بقى الا ربنا. يعني والله العظيم يا عيني الولد عنده عقده. يا حبيبي كل يقول لي لا فيها طماطم، فيها قشر طماطم، فيها طماطم. طب انت عندك عقده من الطماطم وانت صغير؟ يعني كان فيك الطماطم عملت لك حاجه؟ يقول لي لا عشان ماما كان بتحط قشر الطماطم. المهم صفوا الطماطم. هنا خلاص البصل بدأ ياخد لون وتكرمل. حطيت له شويه ميه، ومش بزود الميه كتير قوي، كل ما تنشف اديها ميه، كل ما تنشف اديها بق ميه، كوبايه بكوبايه لحد ما تستوي، وفي نفس الوقت مبقاش فيها ميه شوربه يعني. هنا بقى الطماطم بدأت تغلي، هبدأ املحها. حطيت ملح وفلفل بس، ده كل اللي انا بحطه في صلصه المكرونه، ملح وفلفل بس. في ناس بتعملها بتوم بدل البصل، بس بحسها ان هي بتقلب على كشري شويه. وحطيت رشه سكر عشان حموضه الطماطم، كان طعمها لذيذ لذاذه. وانا بحب المكرونه في الاخر تبقى جوسي كده، يبقى فيها لسه شويه صلصه مش ناشفه للاخر. صالح جوزي عكسي، صالح جوزي عايزها ناشفه خالص بقى،
فيا جماعه انا مش بقدر احل المشكله دي. طبعا الحله دي انتوا عارفين ان هي غطاها جالي مكسور، والغطا ده بتاع حله تانية وقع مني اتكسر وانا بغسله برضو، يعني حاجه مأساة مأساة. هنا بقى كنت بعمل الطماطم خلاص اتسبكت، عايزه اقول لكم ان هي اتسبكت ونطرت الماده الدهنيه على الوش وطعمها جوسي لوسي خالص. هنا كنت بعمل قهوه، طبعا شفتوا المقطع اللي فات. المكرونه انا بحطها نيه، ما بسلقش مكرونه. لو انتي بتسلقي المكرونه بتسلقيها بقى انتي في الوقت ده وتحطيها على الصلصه وتقلبي وتاكلي على طول. انا بعملها في عقدها، ف بس بزودها بس شويه ميه عشان اظبط يعني التسويه بتاعتها، وخلاص على كده. بزودها طبعا ميه سخنه. واللحمه بزودها ميه سخنه مغليه، مش بزودها ميه ساقعه عشان بس ايه تسرع معايا عمليه السوا، لان اللحمه لما بينزل عليها ميه بارده ساقعه يعني بتبطئ قوي عمليه السوا، بتخلي اللحمه تشد معاكي. هنا بقى خلاص ظبطت الميه بتاعتها. في ناس بتسقيها بشوربه، اسقيها زي ما انت عايزه، في ناس زي ما انت اللي انت عايزه اعمليه. انا بس وريتك طريقتي. هنا بقى كنت خلاص غرفت، وده كان السحور بتاعنا. ايوه ده كان السحور بتاعنا بالف هنا يا رب. دي اللحمه، عايزه اقول لكم ان هي مكرمله وخطيره. وحمرت كمان طبق بطاطس. ودي المكرونه لسه فيها شويه صلصه ما نشفتهاش للاخر عشان انا بحبها كده. وهسيبكم بقى تتفرجوا على طعامه اللحمه وجمالها وجربوها تعجبكم جدا. نسيت اقول لكم ان هي لما نشفت خالص واستوت ملحتها بقى واديتها تقليبه. طبعا بحط الملح في الاخر برضه عشان ما يبطئش عمليه السوا. وهنا يكون الفيديو بتاعي خلص. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه.